وما قالولكيش مين اللي خاطفه يا معلمه؟ الله، انت عندك فكره عن اللي خطفوه؟ المعلم حنفي ما اتخطفش يا معلمه. ما اتخطفش ازاي؟ اذا كان بيقول لك خطفوه في التليفون، هو انت ايه ما بتفهمش؟ المعلم حنفي خطف. خطف ايه يا اخويا؟ اذا كانت لسه جايه المكالمه ان هو مخطوف تقول لي خطف؟ المعلم حنفي خطف صافيه يا معلمه، خطفها وطلع على لبنان يقضوا شهر العسل هناك. المطار منين يا واد؟ المطار منين يا مخفي؟ ايه لازم اقول لك وساكت ليه؟ هسأل سؤال وترد عليه وترد انت هتكاك يا معلم حنفي؟ كيداهم. انت عرفت ازاي اننا هنا؟ عرفت ازاي؟ شميت على ظهر ايدي. اللي خطفوك يا معلم دفعت لهم الدية وجيت لك لغايه لبنان عشان استلمك. اتفضلي يا ست صافيه الشيك اللي طلبتيه. اتفضل. شكرا، تسلم ايديكي. خيار. شكرا معلم. تمام يا انسه صافيه، الشيء مظبوط. ايه مش واثقه فيا ولا ايه؟ لا العفو يا معلم، انا بس لازم اوريه للاستاذ سامح عشان لو في غلطه ولا حاجه يصلحها. وحتى لو في غلط واحنا هناخد المخزن ونطير لا مؤاخذه، المعلم حنفي ما ياكلش حق حد ابدا. وانت مالك انت يا واد؟ بتتحشر في الكلام ليه؟ لما المعلمين الكبار يتكلموا انت تسكت خالص. لا مؤاخذه يا معلمه. اسكت انت خالص يا حليمو. حاضر يا معلم. الا المعلمه كيدهم ما جاتش معاك ليه يا معلم؟ في مسألة البيع والشراء دي الكلمة كلمتي والشورى شورتي. أنا هنا اللي أقول وبعدين هي هتيجي تعمل إيه؟ امضي يا انسه صافيه. والعادة تاني بعد اذنك. نمضي العقود يا معلم. كده المحل ما هتنبسط مننا قوي. ها؟ شكرا. اتفضل اتفضل. دي النسخة بتاعت سعادتك ونسخة حضرتك معايا ان شاء الله. بكرة الصبح اروح الشهر العقاري عشان اسجلها. مبروك يا معلم. الله يبارك فيكي. امال الواد فؤاد فين؟ المفروض كان يجي، معرفش ما جاش ليه. يعني يا دي انت وهو مش لاقيين البضاعة. امال البضاعة كلها راحت فين؟ ما اعرفش يا معلمي، ده انا شايفها بعناية تحت الشويلة دي. دور تاني يا معلم، يمكن في مكان سري ولا حاجه. يا عم مكان سري ايه؟ احنا دورنا في المخزن حتة حتة. يبقى انت قالك انت اللي سرقت البضاعة لما جيت قبل كده. انا برضك يا معلمي، انا مد ايدي على حاجتكم، ده انا راح مكتفي من خيركم. امال هتكون راحت فين؟ بس يبقى البت دي لبستني السلطانية. تقول انا مش مهم، هلبس السلطانية تاج الجزيرة. انما المعلمة كيداهم اقول لها ايه؟ مبروك ايه وزفت ايه بس يا يوسف؟ ده انا بلف حوالين نفسي. انا عايزه اعرف ازاي البضاعه دي اتاخدت من المخزن ومين اللي خدها. يكونوش هما اللي دخلوا المخزن وسرقوا البضاعه عشان يضمنوا حقهم. امال مين اللي عمل كده؟ يا مرحبا بالمعلم هاب. اهلا 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 فؤاد. ازيك يا معلمة؟ ازيك يا يا حبيبي؟ معلم؟ الحمد لله. جاهز؟ انت جاهز؟ اللي انا جاهز. المعلم ابو دايما جاهز. احبك وانت جاهز. اتفضل يا حبيبي. لا مؤاخذة بس اطل طلة كده. الله امال ايه؟ ايه رايك؟ تمام؟ تمام تمام يا معلم. يلا بالصلاة على النبي. يلا ربنا يحرس طريقك.
شفت اخر عمايلك السودا؟ بقى بنت زي دي لا راحت ولا جت تلعب بالمعلم الكوره وتدخله في حيطه. عليا النعمه من نعمه ربي، انا ممكن اخش فيها اللومان. بقول لك يا كيداهم، الموضوع ده يخصني انا، وانا اللي هاخد بطاري. طارق؟ ما انا سيبتك لما غريت يا اخويا، جاي تقول لي اخد طارق؟ اهو ده اللي انت شاطر فيه. اوه كفايه بقى، ارحميني، انا اللي فيا مكفيني. والله انا خايفه عليك، لا تيجي تاخد طارق تاخد لك قلم تاني. حكم البت دي بقيت انت وهي عاملين زي عنتر ولبلب. وانا لبلب؟ لا عنتر. على الفلوس دي فلوسي وانا اللي هرجعها. خلاص يا حبيبي براحتك، سيبنا من اللي فات خلينا في اللي جاي. الا قول لي بقى، عملت ايه في فرن ابو فريخه؟ لا مش ناوي ادخل المزاد، الموضوع ده ضلعني وما معيش سيوله. ما معكش سيوله؟ طبعا، ما هو يجي الحاجه لغايه عندي انا ويبقى ما معكش سيوله والبخل يشتغل والفلوس مكومه على قلبك قد كده. يا راجل ده احنا دافنينه سوا يا حبيبي، في ايه؟ بقول لك ايه، عايزه تخش المزاد تخشي بفلوسك انت. طبعا ادخل بفلوسي، ما ادخلش ليه؟ بدل المصايب اللي عماله تنزل على دماغنا واحده ورا التانيه، على الاقل نعوض لنا ارنب ولا اتنين. لكن قول لي هنا صحيح، تعالى، البت صافيه دي لو هي فعلا خدت الحشيش من المخزن يبقى ليها في الصنف، ما تكونش كانت بتشتغل مع المعلم عدوي الف رحمه ونور عليه قبل ما يموت. البضاعة هتنزل الشارع وساعتها هنتأكد. طب والواد فؤاد كلمته؟ كلمني وعايز يجي الفيلا ليه؟ عشان ياخد عمولته. خدوا ربنا ولا يكش قطر ياكله، جاي ياخد عمولة على ايه؟ على خراب بيوتنا؟ قولوا كده بقى، يعني انتوا عاملين عليا الفيلم ده عشان لا مؤاخذه في الاخر تشفطوا عرقي. عرقك ايه يا واد يا دودرون؟ انت ما تقف مع وجه قاعد وتتكلم عادل، انت لازم تتكلم مين؟ من امتى المعلمه كيداهم كانت حق حد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا معلمه، اصل انا شفت بعيني، ما حدش قال لي. الله، تكون راحت فين البضاعه يعني؟ ما تسال المحروسه اللي مشغلاك، امال يعني مين اللي خدها؟ لا يا معلمه، صافيه دي لا تعرف حاجه عن الصنف ولا تفهم فيه خالص. بيتهيألك، ده هي الصنف بذات، امال مين يعني اللي خد البضاعه؟ يمكن الأرض اتشقت وولعتها. الله، معقوله دي؟ تكون البت صافيه طول الوقت ده سايقه الهبل على الشيطانه وهي اللي لهفت البضاعه؟ طبعا، ده هي الشيطان بذاته، امال يعني مين اللي خد البضاعه؟ تلاش يا فوش، تلاش، لما البضاعة تنزل السوق هنعرف مين اللي خدها. طب وانت لا مؤاخذه يعني هتعرف ازاي يا معلم؟ الله، ما انا قلت لك يا واد قبل كده تقف موجود تتكلم عادل. انت بتكلم المعلم حنفي على سنه ورمح، عارف الكفت بذاته. قول له يا معلم. ايوه، الكفت ده لعبتي يا كيدان. لعلمك كل تجار المخدرات حبايبي، ولما البضاعة تنزل السوق هعرف مين. بص بقى يا معلم، المهم عندي انا عمولتي تجيلي لا مؤاخذه. هتاخدها على داير مليم، بس الاول تيجي البضاعه. يا فؤاد، انت فين يا فؤاد؟ غطسان بقالك يومين، ده انت حتى يوم بيع المخزن ما جيتش. معلش يا صافية، الراجل صاحب البيت عامل لي مشاكل. ليه يا اخويا كفل الشر؟ جاي له زبون وعايز يدفع الطاقة 2، فطبعا عايز يخرجني من الشقة. ولا يهمك، من بكره تنزل تأجر أجدعها شقة، وإن كان على الفلوس ما تحملش هم. جرايه يا صافية؟ تعرفي عن فؤاد زعتر برضه انه ممكن يعيش عليها في واحدة ست ولا ايه؟ خص عليك يا فؤاد، احنا برضه في بينا الكلام ده؟ خلاص اعتبرهم سلف. لا يا ستي، ماليش في السلف انا. على رأي المثل السلف تلف. طب قول لي هتعمل ايه؟ ولا حاجة، ما تشغليش بالك، الحمد لله ربنا بيدبرها. بس انا كان في سؤال عايز اساله لك من فترة. اسأل يا اخويا، خير. هو انت ليه امنتي على الفرن قبل ما يتحرق يا صافية؟ ابدا، من ساعة ما جم ولاد الناشف دول وقعدوا يهددونا وعملوا مشكلة، انا بيني وبينك الفار لعب في عبي، فقلت امن نفسي برضه واعمل احتياطي. طب ليه يا صافية ما قلتليش من الاول؟ ليه تسيبيني مقهور على الفرن لما حسيت ان الدنيا اسودت في وشي؟ لا ابدا يا فؤاد، انا بس كنت عاملاها لك مفاجأة زي ما قلت لك انت وسناء. هو في حاجة؟ لا ابدا، اصل انا بقيت احس ان انت فيكي شيء لله،
تعرفي حاجات كتيره قوي قبل ما بتحصل. الحمد لله، ده فضل ورضا من عند ربنا. وعشان المعلم عدوي الله يرحمه كان راجل طيب وابن حلال، ربنا ما أردش إن المكان ده يتقفل وإن اسمه يفضل منور على يافطته. الله الله الله، المره دي كميه كبيره قوي يا معلمين. الله يا اخويا اذا كان على الكميه احنا عايزين قدها 10,000 مره عشان نعوض الخسائر بتاعت ابو البنات، قصدي المعلم حنفي. غير يا معلم هتقطميني قدام الصبيان، اسمها لسه ما قلتش كلمتي. انت لسه كمان عاوز تكلم وتفتح بوقك؟ هتقول ان شاء الله. هقول له الفلوس هرجعها، يعني هرجعها. ده في المشمش يا حنفي، عارف المشمش لما بيطلع مش جميز هرجعها، وانا لما اقول هعمل حاجه يبقى لازم اعملها. حنفي خلاص يا معلمين، كله كده بقى تمام. طيب والطيارين تمام يا اخويا؟ تمام يا معلمه. يلا خليهم يخش ياخدوا البضاعه. يلا الو يا شحت، بتقول ايه؟ في ايه يا حنفي؟ حصل امتى الكلام ده؟ هو ايه اللي حصل؟ طيب اسبقني ان انت على الفرن وانا هحصلك على طول. فرن؟ هو في ايه بالظبط؟ مصيبه وحطت على دماغنا. مصيبه وحطت على دماغنا؟ قلت بينا يا رب. عايزك تقول لي يا طماني ايه اللي انت شفته بالظبط؟ والله العظيم اللي حصل يا معلم حنفي، الواد عزام كان ماشي جنب مني كده بالعجله، بس انا وهو كنا رايحين نخلص مصلحه في حتتين قريبين من بعض، وبعدين هتخلص الله يحرقك، قربنا نبيض وانت بتقول بعدين. ما تقول لي المهم لما جه البوليس عمل ايه؟ كشف السر يا معلمه. الظابط بقى عمال يطلع تذاكر البودره من العيش. يا مسك يا لهوي خرابي. كشف لي خلاص، رحنا في داهيه. لا من ناحيه اطمن خالص يا معلم حنفي، انا بنفسي شايفهم هما بيغطوا وشه قبل ما يرموه يشيلوه في عربيه الاسعاف. الله يرحمه. ويفشش الطوبه اللي تحت راسه. طب الواد ده محدش عارف عنوانه ايه؟ الواد ده من بابها يا معلمه، بس ايام كان يخلص فيها شغله ويجي يبات في المخزن. طب محدش منكم عارف عنوانه؟ انا معلمه عارف عنوانه، انا كذا مره روحت مع البيت. طب الواد ده عايش مع مين؟ مين اهله يعني؟ عايش مع مراته وعياله يا معلمه. بس مالوش ام ولا اب ولا اخوات؟ لا يا معلمه، عزام ده كان مقطوع من شجره، لا ام ولا اب ولا حتى اخوات. لا حول ولا قوه الا بالله. طب مراته وعياله بس هيعيشوا ازاي؟ احنا نواسب التركه دلوقتي، احنا في المصيبه اللي حلت فوق دماغنا نحلها ازاي؟ لا مصيبه ولا حاجه كيداهم، بيقول لك مات يعني سره اتدفن معاه. لا فالح قوي، هو البوليس هيسيبنا؟ هروح يسال مراته ويقول لها كان شغال في انهي فرن، وساعتها هيجونا هنا وياخدونا بربطه المعلم كلبوش. حضرتك تطلع على طوره وانا اتكل على الله على القناطر بربطه المعلم. ايوه بس مراته ما تعرفش هو كان شغال في انهي فرن. لا يا معلم، مراته عارفه كل حاجه. ايه هقولك دلوقتي؟ يبقى لازم نروح لها ونراضيها بقرشين ونفهمها تقول ايه للبوليس. طب افرض بقى دماغها قفشت.
اخرس يا مخ في الصوت والصورة انت. بيقول لك ان عندها عيال، يعني عاوزة قرشين عشان تربي عيالها، هتنجر من اولها؟ يبقى لازم نسبق البوليس. ازاي؟ معلش بقى يا ام عمرو، انا عارف الصدمه جديده عليك قد ايه. كتاب الله كتاب الله، انت ما تعرفي انا تاثرت ازاي بموت عزام ده الله يرحمه. تعيش يا معلم. بس من النهارده اعتبر ولاد عزام دول ولادي انا، وانا المسؤول عنهم. هذا شحته. نعم يا معلم. خد يا ام عمرو، ده حاجه بسيطه كده يمشيك اليومين دول. 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ بس ده كتير أوي يا معلم. اوعي تقولي كده، عزام يستاهل اكتر من كده. عزام ده كان من اعز رجالتي. وده الصبي بتاعي اسمه شحته. لو عوزتي اي حاجه تقولي لي، وهو هيجي لك كل شهر يديك المعلومه. أنا مش عارفة أقول لك إيه يا معلم، ده أنا كنت هتشرد أنا وعيالي بعد عزام الله يرحمه. خلاص بقى قطعت قلبنا، حرام عليك. بس ايه يا شحته، ليها خدمه عندك كده. طبعا جوزك مات في حادثه، واكيد البوليس هيجي ياخد اقوالك. أولي ليه؟ عشان جوزك مات في حادثه. اصل يا مؤاخذه لما جوزك مات في الحادثه دي كان معاه ممنوعات. ممنوعات؟ ازاي ده يعني؟ زي ده يعني؟ هو انا اللي قلت؟ التحقيق هو اللي قال. اكتشفوا ان جوزك بيتعاطى لا مؤاخذه الممنوعات. بس عزام ما كانش بيدوق السيجاره. ايوه انا عارف ان هو كان طيب وابن حلال، بس لما نزل مصر ولاد الايه بقى ضحكوا عليه ودخلوه في الكيف والممنوعات. اذكروا محاسن موتاكم، ربنا يسامحه، ربنا يغفر له. المهم لما يجوا يسالوك بقى هو كان شغال في انهي فرن، قول لهم انا عمري ما نزلت مصر، بس اللي انا فاكراه انه كان شغال في فرن واحد اسمه حسنين، محمدين، عوضين. اقول لك الاسم اللي يجي في ذمتك قوليه له. وليه كده يا معلم؟ هو ايه اللي ليه كده؟ ما عشان كده لازم يبقى كده، لان الفرن بتاعي فرن له سمعته، وانا كمان راجل ليا سمعتي واسمي في السوق. وبعدين مهما يحاولوا يقرروكي مفيش، انت مش فاهمه حاجه خالص. وديكي شايفه المعلم شايلك انت وعيالك. اوعى تقول كده يا شهده، اوعى. انا بعمل كده يا ابني لوجه الله، وعشان خاطر العظمتين الطريين دول الغلابه يعيشوا في امان بعد موت ابوه. خلاص يا معلمي خلاص، اديك يا بنتي فهمت اللي فيها. فكري واحنا تحت امر. لا انا هقول اللي انتوا عايزينه. لا ما يبقاش اي كلام عشان احنا موجودين. لو مش مقتنعه بلاش يا بنتي. لا ما تخافش يا معلم، سرك في بير. ربنا يهديك يا بنتي، ربنا يهديك. شحته الفتحه العزام. خلصينا بقى. دول 20,000 يعني لسه بدري. انا خايفه يا حنفي. ربنا يستر. المهم ان احنا لازم نهدي اللعب اليومين دول عندك حق. لغايه ما ربنا يسهل والجو يهدى والعينين تبعد عننا. بس لما نرجع للشغل تاني انا بقول لك هو كيداهم، لازم نشوف لنا صرفه تانيه للبضاعه غير موضوع العيش، لان ده خلاص كارت واتحرق. كلامك مظبوط. انا كمان هخلي الواد شحته وحليمه يروحوا يشيلوا البضاعه من الفرن. يشيلوها وهيحطوها فين؟ يودوها المخزن الجديد. ده يا كيداهم، ما لقيتيش غير المخزن النحس ده. ما هو لازم يودوه هناك عشان البوليس لما يجي يلاقي الدنيا زي الفل، ما عندناش ولا الهوا. ما هو البوليس لما يفتش المخزن الجديد هيقبض علينا، لان المخزن ده بتاعنا برضه. طب ومال؟ هنقول ان احنا لسه شاريينه وما نعرفش ان في قلبيه اي حاجه، ويبقى ساعتها بقى ضربنا عصفورين بحجر، المخزن وصافيه.
ها عملت ايه يا واد؟ عسل يا معلمه، المخزن جوه بقى زي الصيري بعد غسيله، كله اترحل على المخزن الجديد. قشطة، الله يفتحها عليك. طب اللي قول لي، عديت الصبح دفعت التأمين بتاع المزاد؟ طبعا يا معلمه، دي تفوت حليمه برضه. لكن ما شمشمتش يعني مين من المعلمين التقايل دفعوا ودخلوا المزاد؟ مفيش حد من المعلمين التقال دفع التأمين، غير يمكن المعلم بدوي الطحان، المعلم سيد ابو الخدود كده يعني. وماله؟ دول ناس طيبين ومقدور عليهم. اطمنا يا معلمه، ان شاء الله المزاد هيرسى علينا والمخزن هيبقى بتاعنا بعون الله. بإذنك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبتدي المزاد على مخزن المعلم وهدان ابو فريخه. الخبير المسمن تم من بدايه المزاد بنص مليون جنيه. ها مين يزايد؟ 600,000. 600,000 جنيه. 600,000 جنيه. 700,000 جنيه. 700,000 جنيه. 750,000. 750,000 جنيه. 850,000 جنيه. 850,000 جنيه المعلمة كيداهم. 900,000 جنيه. مليون جنيه. مليون جنيه المعلمة كيداهم. 1,250,000 جنيه. 1,250,000. اها. الله الله الله، انت جيتي؟ والله الله 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 الله، ويختصم الله. 1,500,000. 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه ونص. 3 مليون جنيه. 3 مليون. 3 مليون. مين يزود؟ ألا أونا، ألا دو، ألا تري. مبروك. مبروك عليكي يا حبيبتي، تعيشي وتاخدي غيرها. سوري. الله، ايه يا حنفي؟ مالك يا حبيبي مبوز ليه؟ ده انا خدت لك بطارك النهارده، خلصت لك على صاحبتك، دخلتها في حيطه زمانها قاعده تغني ظلموها على بختها الاسود. يا معلمه سبق وقلت لك سيبي لي انا الموضوع ده طاري وانا اللي هاخده. انا مالي انا تدخليها في حيطه ولا ما تدخليهاش؟ استفدت انا ايه؟ فلوسي رجعت لي. الله، وانت كنت عاوزها تلعب بيها الكوره ولا تلعب بيها الكوره؟ انا لمحتها في قلب المزاد، اصل اللي بيخش مزاد ما بيزودش بالربع مليون ونص مليون. هي شكلها كانت عايزه تشعلي للمزاد من هنا وتخلع من هنا عشان ما تبقاش تعمل فيها نصحه مره تانية يا معلمه. انا مش قادر انسى منظرها لما المزاد رسي عليها، كان ناقص طول الارض تشقي وبلعين. هي ما سمعتش عن المثل اللي تيجي تصيده يصيدك. بس ربكم الحق، انا عيني هتخرج على المحل ده بصراحه، بس مش مشكله، خيرها في غيرها ان شاء الله. مش كده يا حنفي؟ حنفي، صحيح الكلام اللي سمعته ده؟ كلامي اللي سمعتيه خير يا كيداهم. انت صح هتعمل خطوبه بنت اختك في القند 5 نجوم؟ الله جرايه كيداهم، ده انت بقيتي تعرفي تقولي 5 نجوم اهو. 5 ولا 6 ما تغيرش الموضوع. امال ايه؟ عايز المعلم حنفي البرنس يعمل فرح بنت اخته فين؟ جرى يا راجل، انت مش مكفيك الخسائر اللي خسرتها واتضحك عليك فيها؟ انت ايه، ما بتحبش بناتك؟ انا ما حدش بيحب بناتي قدي، انما المعلم حنفي البرنس لما يعمل حاجه يبقى تليق بمقامه. وبعدين البنت دي بنت اختي، يعني ملزومه مني. ملزومه منك لكن لما تعمل لها خطوبه ما تعملهاش خطوبه كبيره زي دي. انت ايه، لاقي فلوسك؟ اللي اعمله يا كيداهم لازم يليق بمقام المعلم حنفي البرنس. طب ايه قولك بقى يا معلم، ان لا انا ولا بناتك هنروح الفرح ده؟ لا 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 لا، اتكلمي عن نفسك، انما البنات هيجوا معايا. تحب انت شخصيا ما طلعكش بره عتبه البيت؟ يوه، بقول لك يا كيداهم خليك انت ما تجيش معانا، انا هروح انا والبنات. خلي اهل العريس بقى يتنقوزوا ويتريقوا عليكي ويقولوا انك منكاده عشان العريس طلب ايد حنان، ما طلبش حد من بناتك.
يا كيداهم، ايه ده يا كيداهم؟ انت جايه معايا؟ طبعا يا حبيبي، امال ايه؟ عاوزوا بيقولوا عليا ايه؟ ان انا اتكت انا وولادي وقعدنا في البيت نغني ظلموه، لازم نروح يا حبيبي. ما قلنا كده وانتوا اطلعوا من البلد. اهو انت كده ما باخدش منك غير كلام. مقبوله منك. المهم البنات لبسوا؟ طبعا سايباهم بيلبسوا، وانا كمان عايزه اكمل لبس، لسه هحط الروج وافك شعري. روشي وشعري، ايه الجمال ده يا راجل؟ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. عسل يا قمر انت. صدقي انت كده هتاكلي الجو من العروسة. احنا كده هنتأخر، انت بتاكل بعقل حلاوة. حد يقدر ياكل بعقل المعلمة كيدها وحلاوة؟ ده انت الحلاوة نفسها. كانش على باله اللي في الدنيا دي موجود، يلاقي في الدنيا دي موجود. والله هنياله ربه كاتبها له، والفرحة دي كان فيها موعود، والفرحة دي كان فيها موعود. يلا يلا كلنا فين بقى؟ تمشي على نظامه، أي حاجة تقول له أمين، أي حاجة تقول له أمين. ما كانش على باله اللي في خاله يلاقي في الدنيا دي موجود. والله هنياله ربه كاتبها له، والفرحة دي كان فيها موعود. ما كانش على باله اللي في خاله يلاقي في الدنيا دي موجود. ألف مبروك، عقبال بنتك إن شاء الله. طبعا هو عقبال بنات، الله أكبر عليهم. ماما إيه يا حبيبتي؟ أحب أعرفك الأستاذ أحمد خالد المطرب المعروف. أهلا وسهلا، أغنيتك جميلة قوي وإن شاء الله ليك مستقبل. وبقول طنط كيداهم قالت. ميرسي جدا يا طنط، ودي فرصة سعيدة قوي إن أنا اتعرفت عليكم. وأنا كمان. طيب يا ماما عن إذنك بقى. اتفضلي. اتفضل يا حبيبي. ايه مخفيه؟ نعم. ما تحصلي اختك، انت هتقفي جنب تبروزي ولا ايه؟ ما تقلقيش يا كبيره، احنا ما يتجركش علينا واصل. ناكلها ولعه بالصلاه على النبي. ولعه؟ طب اجري يا اختي وانت هتولعوا فيا. انا مخلفه البنات تشيل الهم للممات. اما كانت حته ليله حلوه بشكل. طبعا حلوه بالنسبه لك انت. قصدك ايه يا كيدان؟ انت ازاي يا راجل انت تقول ترقص مع مقصوبة الرقبه الحربايه اللي اسمها صافيه؟ قصدك ايه؟ تحرجني مع اهلك واهل الحته؟ معقوله كيداهم انت عدى عليك حاجه زي كده؟ انا عامل دي خطه عشان اوصل للفلوس. بس عندك ما كنتش فاكر نفسك خط الصعيد. اسمعي كلامي، انا بجر معاها ناعم عشان الفلوس تبقى في جيبي. يا حنين يا غريبه يا بسبوسه انت، يعني لما اجر ناعم معاها تاخد الفلوس مش كده؟ سيبيني وبكره تشوف اللي هيحصل. ماشي يا حنفي، انا هسيبك لما اشوف اخرتك ايه. معلم حنفي، خير في حاجه؟ تتجوزيني يا صافيه؟ ايه اللي بتقوله ده يا معلم؟ بقول لك تتجوزيني. انت جاي لي على الصبح كده عشان تقولي الكلام ده؟ احنا هنفضل واقفين على الباب كده؟ مش تقول
لا مؤاخذه يا معلم، اتفضل. يا صافية، قلتي ايه؟ قلت ايه في ايه؟ انت راجل متجوز وعندك بنات ما شاء الله، اتجوزك ازاي يعني؟ وايه اللي يمنع بس؟ بقى المعلمه كيداهم هتسمح لك تتجوز عليها؟ مش المعلم حنفي البرنس اللي قبل ما يعمل حاجة ياخد إذن من مراته؟ ايوه يا معلم، بس انا ما بفكرش في موضوع الجواز ده خالص. ما ترديش دلوقتي، فكري على مهلك قبل ما ترفضي يا صافية. وانا هجيلك كمان يومين 3 عشان اخد البشارة. الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه في المشكله دي يا فؤاد. وايه المشكله في اللي انت بتقوليه؟ وانت بتشاوري نفسك ولا ايه يا صافي؟ كده برضه يا فؤاد، اخسى عليك، ده انا مصدقت انك رجعت لي. معقوله برضه هفرط تاني في الانسان الوحيد اللي حبيته في حياتي؟ ايه اللي جرالك؟ خلاص، يبقى اول ما يكلمك قولي له ان انت مش موافقه. انت اصلا من الاول كان المفروض تقولي له كده. وهو اداني فرصه، ده فضل يقول لي فكري براحتك وانا مستني ردك وخدي وقتك. اعمل له ايه يعني؟ انت بسكوتك ده اديتي له امل يا صافي. هو انت دايما كده تظلمني يا فؤاد؟ الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حنفي يا أخويا. ألف مبروك يا قمر أنت. الله يبارك اتفضل اتفضل يا عم. ألف مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا شيخ. شفت بقى؟ عمك يا سيدي سبقك في الجواز، عقبالك انت وحنان بقى. إن شاء الله يا خالي. طب وحياتك عندي يا حبيبي ولا ليك عليا حلفان. من اول ما شفت صافيه وانا قلبي اتفتح لها واتمنيت انها تبقى من اسمتك ونصيبك. فعلا غريبه قوي يا ماما الموضوع ده. كل شيء اسمه ونصيب يا جماعه. طب يا جماعه نستأذن احنا بقى عشان العرسان يقعدوا مع بعض. ايوه يا حبيبي نستأذن. ما لسه بدري. خلاص بقى معلش عشان هشام عنده محاضره دلوقتي حالا ولسه هيوصلنا انا وماما. يلا يا حبيبتي مع السلامه. كلكم بعافيه بقى. يلا يا اختي عشان المحاضرة. يلا مبروك يا خالي. يا حبيبي يلا مع الف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. بقول لك ايه يا واد يا شحت، هتيجي معانا ولا هتستنى؟ لا الشحت هيستنى عشان ما هكلفه بحاجة يستقضاها لي. طب ومال؟ يلا سلام عليكم. سلام مبروك يا قمر. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. ميرسي. بقول لك ايه، مش عايزك تهوي ناحيه الفرن ها، وكيداها مش عايزها تلمحك خالص ها، والموبايل بتاعك تقفله وتجيلي الساعه 10 بالظبط، فاهم؟ حاضر يا معلم. بص ايه، مفيش حلاوه الجواز ولا ايه؟ لا حاضر امسك بسرعه الساعه 10 بالظبط ها، يلا الساعه 10 بالظبط. يا انت لسه هتكمل يا اخي. يلا نعمين يا معلمه. انت ما لمحتش المعلم النهارده؟ لمحته الصبح ورحت عملت مشوار كده ورجعت ما لقيتوش. طب والولا شحته؟ وشحته شرحه يا معلمه. الله، اصل انا بطلبهم الاتنين على المحمول بيديني بره الخدمه. مش جاز في حته ما فيهاش شبكه يا معلمه. هما الاتنين؟ مش جاز الاتنين مع بعض يا معلمه، ما تقلقيش، الغايب حجته معاه. ربنا يجيب العواقب سليم. حنفي اصحى بقى. حنفي كفايه نوم بقى، هتقضي اليوم كله نوم.
القمر ده كله قاعد جنبي؟ عارفة صفصف، يا حنوفة انا حاسس ان عمري اللي فات ده كله اتضحك عليا فيه، وان اتولدت النهارده من جديد. ربنا يديك طولة العمر وانا اعوضك عن كل اللي فات. ايوه عوضيني، ده حسين اللي فات كله كان مقلب كبير قوي. طب يلا حبيبي بقى قوم عشان نتعشى سوا. ايه ده؟ صحيح عامله لي عشاء؟ جه في وقته ده، انا ميت من الجوع. ده انا عامله لك حته عشاء هتاكل صوابعك ورا. تسلم ايديك يا حبيبتي. هي الساعة كام دلوقتي؟ تجيلها 9. حنفي اصل اتأخرت يا حبيبتي، الحق اتعشى واطير. تطير على فين؟ لا يعني قصدي يا حبيبتي مش عايز حد ياخد باله، انت عارفة، عشان ما حدش يتكلم. قول لي بقى ان انت خايف من الست مراتك مش كده؟ فشر عشان المعلم حنفي البرنس اللي يخاف من واحدة ست. انا بس يا حبيبتي خايف عليكي ليه؟ مش عايزين حد ينق على الجوازة. خلاص يا حنفي، هتقول لست مراتك امتى؟ ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله، كله بأوانه، كله يعني. صفصف بتحبيني؟ اكيد يا حنوف. لا ما تقوليش اكيد، قولي طبعا. طبعا. حنفي كيداهم. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. انت كنت فين؟ وغشتني عليك. انا هكون فين يعني؟ الله، امال ما بتردش على المحمول ليه؟ اصل الشبكة، المكان اللي انا فيه ما كانش فيه شبكة. الله، وانت كنت رايح تصطاد يا حنفي؟ مساء الخير يا معلمة. سنور. الله انت هليت؟ انت كنت مع المعلم انت كمان؟ كنا في المخزن. ايوه كنا في المخزن الجديد. يا ريتنا ما اشتريناه. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل الله، ايه ما تقول؟ البضاعة مالها البضاعة؟ كانت هتغرق وتروح في شربة مية. يا لهوي يا مصيبتي يا خرابي، وايه اللي حصل؟ عملتوا ايه؟ مفيش، اصل المية ضربت والسباكة ضربت وكل حاجة ضربت. قعدنا بقى نشيل في البضاعة وننشف في المية. الله، طب وانت عرفت ازاي الموضوع ده؟ ها؟ الغفير. وانا يعني مش هعرف اقول الغفير جرايه الشحته. الغفير كلمنا حبيبتي ورحت جاري انا وولاد الشحته، جبنا 2 سباكين قعدوا يصلحوا في المواسير واحنا نشيل في الميه. الله، طب كنت قول لي يا حنفي، كنت جبت الجردل والممسحه وجيت سيقت معاك المخزن كله. وانت في ايه ولا في ايه بس يا كيداهم؟ اخس عليك يا حنفي، طب كنت طمني حتى بتليفون بدل ما تسيبني قلقانه كده. قلقانه ايه؟ انت من امتى بتقلقي عليا؟ وبعدين هو انا عيل صغير؟ اخس عليك يا حنفي، دي كلمه تقولها برضو. الله، مالك واقف لنا زي الضمير كده؟ ما تتكل على الله وتسحب من هنا كده برضو يا حنفي. ده انت حبيبي وابو بناتي والراجل اللي بحبه. ايه رايك ان انت اكل مكار؟ ده انا حبيبتي، انا اللي بلبس لك المقطع والمحزق والممزق تقول عليا كده؟ يخص عليك. على كل، انا هطلع فوق هلبس لك الحته المقطعه اللي انت بتحبها، وهعمل لك صينيه البطاطس وارش لك عليها جوز الطيب اللي انت بتحبه، بس ما تاخرش عليا. ماشي يا حبيبي؟ هوصلها على فوق، تعمل لي صينية البطاطس اللي بحبها وعليها جوزة الطيب. توحشنا معلم.
بس عشان خاطري. كفايه يا حبيبتي مش قادر. وحياتي دي بس. يا حبيبتي انت كده بتزغطيني مش بتاكليني. بالهنا والشفا. هاتي دي طيب. دلوقتي شحت عايز ايه ده؟ الو يا شحت. طيب في ايه يا حنفي؟ شحت بيقول ان البيت سلام والولاد فات طالعين على هنا. طب وايه اللي جابهم دول الساعات؟ مش عارف. بقول لك ايه، احسن حاجه ما نفتحش الباب. لا ما نفتحش الباب ازاي؟ اكيد اللي هو قال لهم ان انا هنا. المهم ما يعرفوش ان انا اللي هنا. وهيعرفوا منين وهيسالوا عليك ليه؟ هم اساسا ما يعرفوش حاجه. الباب يبقى طلع. بقول لك ايه، انا هخش استخبى جوه وانت افتحي لهم ومشيهم على طول. طيب استني. طيب ايه الشبشب، لو شافوا الشبشب هيعرفوا ده انا هنا. التليفون ده مش معقول يا حبيبتي، انت اللي كلت كل ده صح؟ بقول لك ايه، ها طيب طلعي فوق. روح بقى. حاضر. اهلا يا فؤاد، اهلا يا سناء. انت فين يا صافي؟ عمال اكلمك وما بترديش عليا. ولا بتسالي ومطنشانه ليه يا اختي اليومين دول؟ تعالي يا فؤاد. لا ابدا، اصل كنت نايمه ومشغوله اليومين دول في حاجات كده يعني مخلاني ملبوخه. المهم جالي زبون سقع بخصوص فرن ابو فريخ. والله طب كويس. المعلم سليمان ابو رغوه فلوسه حاضره عايز يتفرج على الفرن النهارده. وانا لما لقيت كده قلت لفؤاد نيجي لك ناخد منك المفتاح، وحلاوتها في حموتها. وماله؟ لحظه واحده اجيب لكم المفتاح. هي مالها مش على بعضها كده ليه؟ مش عارفه. حنفي انت فين؟ بتعمل ايه عندك يخيبك راجل؟ ريحة راسك مشوا. لا هيمشوا. بتعمل ايه؟ قوم. لما يمشوا ما تخافش انا موجوده. انا موجود هنا لما يمشوا. هيمشوا. قوم بقى. لما يمشوا يا ابني لما يمشوا. عليك حاجه. قوم بقى. مشي. خد يا فؤاد المفتاح اهو. فرج الراجل على الفرن وابعت لك المفتاح مع البواب بالليل. لا مش مشكله، خليه معاك، ابقى اخده منك في المحل الصبح. ايه الصوت ده؟ ده الموبايل بتاعي. موبايلك اهو يا صافي. لا ما انا اشتريت خط جديد. لا وايه؟ حتى عليها اول مره تحبي يا قلبي. واضح ان الرنه دي للحبايب بس. تبان عليك كفايه ورايا يا سناء. انا برضو. يلا بينا. ما بدري. معلش عشان الحق افرج الراجل على الفرن. شرفته. مع السلامه. تعالى يا حنفي، مشوا خلاص. حنفي. متأكدة انهم مشوا؟ ايوه متأكدة، يعني هكون مخبياهم وعاملة فيك مقلب. ومالك خايف كده ليه؟ باين قوي انك ما بتخافش من كيداهم خالص. كيداهم ايه دي اللي اخاف منها؟ انا اخاف من كيداهم قال. انا بس مش عايز يحصل معاك انت مشاكل. وبعدين الواد ده ايه اللي جابه هنا؟ ما هو جاي مع سناء عادي. الواد ده انا ما بحبوش وعايزك ترفضيه.
ازاي ارفضه بس يا حنفي؟ ده شايل الفرن على كتافه. وبعدين مين اللي كان بيكلمك على الموبايل؟ دي سام بنتي عماله تطلبني ورا بعض مش عارف ليه. طب كلمها اطمن شوف في ايه. ايوه اكلمها في تليفون. ايوه صح اكلمها. اسمها بتسجل. الو. ايوه حبيبتي خير، في حاجه؟ ايه بتقولي ايه؟ ايوه الحته دي يا دكتور، واللي زيها بقى الناحيه التانيه. اللي زيها الناحيه التانيه يا دكتور. خلاص يا دكتور مفيش امل. لا اطمن ان شاء الله باذن الله هتبقى كويسه. هو كل الحكايه ان عضلاتها شدت عليها لما تقلت في الجيم النهارده. سبانت رجلي يا ماما، ما انا قلت لك بالراحه يا ماما، انت ما بتسمعيش الكلام وقعدتي تتنططي على المكن زي الحلزونه. حلزونه ايه؟ انا كنت زي البحلوان على المكن، بس اتقر عليا باللي ما يسمى. قبل ما انزل خدت العين، هو اللي ما يتسمى عمتك. مش معقول يا مدام من اول يوم ليكي في الجيم تبذلي المجهود ده كله. وبعدين المدربه كانت فين؟ مدربه قالت يا اخويا بس انا ركبت دماغي. يا ماما انت فهمتي غلط، ما كانش لازم تركبي دماغك، كان لازم تركبي المكنه وبعدين يحصل لك كده من ما انا ركبت المكن، بس قرت عليها اللي ما تسمى عمتك اسمها ايه؟ الحلنبوحه. ايوه الحلنبوحه عمتك روحيه هي اللي على كل حال انا هكتب لك على حاجه هتريحك وعلى الصبح هتبقي كويسه. سبنت رجلي انا ما هروح المكان الجيم ده تاني ابدا ولا هخطيه. لا بالعكس، انت لازم تروحي تاني وتلعبي تاني عشان عضلاتك تفك وتخفي بسرعه. ما هو يا دكتور احنا كل ما نروح الجيم ده تحصل لنا مصيبه. يا ستي لا مصيبه ولا حاجه، هي على بكره هتبقى كويسه ان شاء الله. اكتب لها على سمين. اللي ذاته غطى يا دكتور. القولون بيوجعني. سلامة قولونك يا ماما. ان شاء الله القولون يا اختي. سلامتك القولون. حبيبتي الف سلامه عليك. سلامتك يا الف سلامه عليك. اتفضل يا دكتور اتفضل، متشكرين جدا. استنى اتفضل يا دكتور الباقي. انت الله يكون في عونك، متشكرين قوي. لا تستاهلها، مع السلامه. الا الله يكون في عونك طبعا. يا حبيبتي الف سلامه عليك يا حبيبتي. الحقوني انا لله وانا اليه راجعون. لا يا بابا لا. صحيح. سلامتك حبيبتي سلامتك. سمانه وقولون عشان تتريق عليا وتقولوا لي ان انا عجزت. لا ماما اوعي لا يا حبيبي، لا ما عجزتش ولا حاجه انا. لا اسال بنتك ده كانوا الشباب كده عمالين يعكسوا فيا، محتارين بيني وبين بنتي. يا ترى دي امها ولا دي بنتها؟ يا ترى دي اسمي ايه؟ الحلنبوحه. مش بقول لك على عمتك، بقول لك على اسمي انا. اسمي ايه؟ كيدام. يا ترى دي كيدام ولا دي بنتها؟ كانوا محتارين بينا. بس الرجاله حلوه بس النفس I don't have time. اجنبيه والله المفروض جوزي يضمك للنادي الاهلي. قالي ان ما خليت المنتخب كله يتفرج عليك ما بقاش انا. مفهوم؟ طبعا. يلا بقى يا حنفي. شايف لون البحر حلو ازاي؟ ده اتاري الدنيا دي فيها حاجات حلوه قوي بس الواحد محروم منها. عارفه يا حبيبتي الحاجات الحلوه دي انا كنت ساعات اشوفها ما احسش بيها ولا بجمالها، بس معاكي الوحش يبقى حلو والحلو يبقى احلى. عارف انت بتقول كلام حلو قوي زي اللي بيتقال في الاغاني بالظبط. انا لو اعرف ان المكان ده هيخليك تقول لي الكلام الجميل ده كنت اقول لك تحجز لنا هنا شهر بحاله. شهر بحاله. شهرين
3 4 أنا وأنت أنا وأنت وبس يا حلاوتنا أنا وأنت وبس يا صافية أنا وأنت وبس الله إيه ده؟ مش وقت خالص. ايه يوه مش وقت كيدهم خالص يا حنش. أبوس إيدك لما نتكلم على أساس إن أنا في الدقيق في سوهاج. أيوة يا ابني، لا نزل شوية الدقيق شوية. لا يا ابني، أيوة كده الدقيق هيخر. لا يا ابني، في ناموسة أيوة كيداهم تعبان. أي لا دي ناموسة هموسة. أوه مش قوي. أي بالراحة شوية بالراحة. لا بقول للواد يشيل الشوال بالراحة. أيوة كيداه. أيوة حبيبي. ها حشتيني قوي. جاي يا حبيبتي، بس احتمال اتأخر يومين. لا احتمال اتأخر. يا حبيبتي معلش عشان الشغل كتير والشغل كتير قوي. طيب اسكتي بقى سيبيني. لحسن تعبان قوي، تعبان ومستعجل يا كيداهم. مع السلامة. تعالي حنوفة مش وقت كيدهم خالص. في المية. حنفي اليومين عدوا بسرعة ما لحقناش ننبسط. هي كده يا حبيبتي، الأيام الحلوة بتعدي بسرعة. طب أنا عاوزة أروح لبنان. وحياتي ده بيقولوا في مكان اسمه الروشة يروش. ده أنت اللي هتروشيني يا حبيبتي. أصل أنا بخاف أركب الطيارة. ليه يا حنفي؟ لا بخاف لا السواق يكون ما بيعرفش يسوق. بتعرف تعوم؟ سمكة. بتعرف تركب خيل؟ ريح. تخيل بقى لو انت راكب الحصان درجة. جوه المية. ايوه يا حبيبتي، بس اخاف الحصان يغرق. بس انا ديتي اخد اجازة ازوغ من كيداهم ونروح نقضي اجمل ايامنا في اي مكان يعجبك. هو كل حوار فيه كيداهم ارحمني من كيداهم دي. خلاص صافية الله يا حبيبتي ما كملتيش اكلك. يعني دلوقتي بقالنا 3 شهور متجوزين. هو في اكتر من العزل اللي احنا عايشين فيه ده؟ صدقي انا حاسس ان انا في حلم جميل وخايف فجأة الاقي كيداهم هي اللي بتصحيني ويطلع كابوس. خلاص يبقى تعالى نجوزنا. انت بتقولي ايه؟ بقول تعالى نجوزنا يا حنفي. حبيبتي انا قلت لك كل شيء بوقته. طب ايه رايك يا حنفتي في اللي يعمل لك خطه ما تخرش الميه تخليك تبعد اسبوع عن البيت؟ ايدي على كتفك. صفيان، عايز اشوفك النهارده ضروري بعد الشغل. هو في مشتري الفرن ابو فريخه ولا ايه؟ الله، هو مفيش بيني وبينك غير الشغل ولا ايه؟ طب تعالى انا عايزاك في حاجه مهمه. خير يا صفي؟ فؤاد انا اسفه، انا في حاجات في حياتي تمنعني من الحب والجواز والحاجات دي. انا حتى بكره مسافره عشان اغير جو شويه. قلتيلي بقى. تحب اقول لك ايه هي الحاجات دي يا صافيه؟ بس العمال يسمعوك وطي صوتك. حاضر، اوطي صوتي يا معلمه يا كبيره. بس احب اقول لك ان انا عارف ايه هي الحاجات دي. عارف ايه؟ عارف ان انت معلمه كبيره قوي، وان انت ساكنه في المهندسين دلوقتي، وعارف ان فؤاد ده واد غلبان ما بقاش ينفع ساكن في حاره، ما بقاش قد المقام يعني. فؤاد انت كده بتظلمني، حرام عليك. ما بس بقى، كفايه الاسطوانه المشروخه اللي كل شويه تقولها لي دي، كل شويه ترميني بطول دراعك وفي الاخر ترجعي تقولي لي مظلومه. هو مين اللي بيظلم مين يا معلمه يا كبيره قوي؟ بقول لك ايه، انا كنت اتمنى ان انا اعيش عمري كله في الفرن ده لحد ما اموت،
بس الظاهر كده خلاص ما بقاش في نصيب. من اول الشهر تشوفي لك حد غيري يكمل. اظن كده يبقى عداني العيب وعملت باصلي معاكي للاخر. بالاذن يا معلمه، ترجعي بالسلامه ان شاء الله. الله تسمع الكلام وخلاص. روح انت. لا وايه، حتى عليه اول مره تحد يا قلبي. واضح ان الرنه دي للحبايب بس. الو. لو سمحتي، هي الطياره اللي طالعه دلوقتي رايحه على فين؟ الطياره دي طالعه بيروت. شكرا. حليمو يا حليمو. ايوه نعمين يا معلمه، اموري. لغايه دلوقتي معلمك ما ظهرش. انت ليه في مشوار ولا حاجه؟ يا ترى فين بس يا رب؟ الو. ايوه. الله انت هتهرج على المسا. يلا اخويا بالسلامه. انا مش عارفه بس معلمك الايام دي بيغطس غطسات كده، مش عارفه ايه هي، بيروح فين انا مش عارفه. الله. الو. انت تانية اللي ما تسمى، انت عاوز ايه بالظبط؟ بتقول ايه؟ مليون ايه يا اخوي؟ ده انا لو منك ابوسه واركنه جنب الحيط، ده ما يساويش عندي مليون مليم. يلا اخويا بالسلام. وفين يا معلم؟ واحد يا اخويا طالبني بيقول لي ان المعلم حنفي اتخطف، قالوا عاوزين مليون. البتاع الاخضر ده اسمه ايه؟ دونان ده ولا بونان؟ هو ايه الموضوع؟ ما حدش بيتخطف في البلد دي غير من عندنا ولا ايه؟ انا شعرفني في الايام السودة دي. وما قالولكيش مين اللي خاطفه يا معلمه؟ الله. انت عندك فكره عن اللي خطفوه؟ المعلم حنفي ما اتخطفش يا معلمه. ما اتخطفش ازاي؟ اذا كان بيقول لك خطفوه في التليفون، هو انت ايه ما بتفهمش؟ المعلم حنفي خطف. خطف ايه يا اخويا؟ اذا كانت لسه جايه المكالمه ان هو مخطوف تقول لي خطف؟ المعلم حنفي خطف صافيه يا معلم، خطفها وطلع على لبنان يقضوا شهر العسل هناك. المطار منين يا واد؟ المطار منين يا مخفي؟ الله الله الله. بصي لي يا حبيبتي، بصي لي. هقول لك ايه؟ ايه؟ وعد لك ايه؟ ايه؟ دور عليه، دور. الله 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 يا حنوفه، المكان يجنن، فظيعه الروشه دي. ايوه إيه ده؟ وانتي تجنني وتهبلي كمان يا حبيبتي. دي حاجه ترد الروح يا حنوفه. طبعا يا حبيبتي، معايا انا مع حنفي هتشوفوا اللي عمرك ما شفتيه. ايه بتضحكي على ايه؟ اسكتي يا حنفي، بضحك على اللي اسمها كيداهم زمانها بتلف حوالين نفسها وفاكره فعلا انك اتخطفت. ينفع حوالين نفسها؟ الواد شحته لما غير صوته ولا المعلم حنفي اتخطف، يا تدفعي الفديه يا اما نقتله. عارفه كان ردها ايه؟ قالت له ايه والنبي؟ قالت له اقتلوه، مش عايزاه، مش هدفع فيه ولا مليم. واضح انها بتحبك قوي يا حنوفه. قولي عمليه فيها ان يمكن تكون شكت في الواد شحته. تفتكر؟ ما هو ردها ده غريب برضه يا صافيه.
لا ده طبيعي ونص وثلاث ارباع. كيداهم دي تبيع ابوها وعيالها والجيران كمان، ولا تختارش ولا مليم. ايوه تبيع ابوها، انما تبيع جوزها وارد يا حنفي. هتقول ايه؟ لازم اقول لك وساكت ليه؟ هسأل سؤال وترد عليه وترد انت هتقاك يا معلم حنفي. كيداهم. انت عرفت ازاي اننا هنا؟ عرفت ازاي؟ شميت على ظهر ايدي. اللي خطفوك يا معلم دفعت لهم الدية وجيت لك لغايه لبنان عشان استلمك. كيداهم انا هفهمك كل حاجه. هتفهمني على ايه يا معلم يا اللي قد الدنيا؟ بعد ما اخدك بتشتغل عندي حته صبي وخلفت منك 3 بنات وكبرتك وعملتك معلم قد الدنيا، تروح تتجوز عليا وتتجوز عليا مين؟ واحده زي دي؟ بقول لك ايه، لا 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 لا، ده انا قمر ورجاله البلد كلها تتمناني، لولاش بس حنفي نفسه حلوه تواضع وتنازل واتجوزك يا استكيداهم. ايوه صح. الله 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 ويا اختي اسم الله وشوبك الله 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 ويا اخويا اسم الله وشوبك. يا اخوانا بتقول ايه يا حبيبتي؟ يا اخوانا بقول اللي سمعتيه ده. يا اخوانا يا اخوانا بلاش فضايح كده، فيروز تزعل مننا. انت لسه شفت مني فضايح؟ ده انا لسه هديلك من المنقى يا خاري يا ابو البنات. انت اللي جبته لنفسك عشان جبت واحده من الشارع واتجوزتها وحطيت راسها براسي. يا اخوانا كده هنتفضح. صافيه اطلعي انت دلوقتي. اسفه مش هطلع يا حنفي الا ما اشوف اخرتها ايه مع الست اللي اسمها كيداهم دي. عشان خاطري عشان اطلعي يا صافيه قلت لك اتفضلي. ماشي يا حنفي يلا. بس ليه كلام معاك فوق. ايوه فوق مش هنا يا مش ابو تحت. الرجاله اتفضلي اتفضلي اتفضلي. شغالي الاسانسير. اوعى ما تلمسي ايدي دي خالص. ما تزقنيش وانا بحذرك، اوعي تزقيني، انت مش فاهمه الموضوع. انا هفهمك، انا عملت كده مصلحه مش جواز، انا عملت كده عشان فلوسنا. فلس عينك خرج. فلوس ايه يا راجل انت اللي بتتكلم عنها؟ ده الفلوس على قلبك بسم الله ما شاء الله. اكوام اكوام. ايه يا ابو عين فارغه بقى عشان 3-4 مليون جنيه تتجوز على كيداهم ام بناتك؟ 3-4 مليون جنيه؟ انا بتاع 3-4 مليون جنيه، المخزن فيه 9-10 مليون جنيه. اسمع يا حنفي بقول لك يا حبيبي، شويه دول ما يلعبوش عليا، ما يجوش معايا يا روحي، ده انا كيداهم ما تبيعش الميه في ارض السقايين يا حبيبي. انا يبقى معايا الفرخه دي وبص الكتكوت برضو. ماشي اديك يا شركاسي، ماشي يا اخويا اللي فرط عرفك، الله اكبر عليه. والله الله 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 بلاش يا اختي اسم الله. ده اسم الله. لا يا حبيبي ما يخلش عليا الكلام ده خلاص. انا بقى لعلمك انا جيت لك هنا لبنان عشان ارجع من المدعوقه دي ورجلي على رجلك على مصر. حاضر. سامعني ولا لا؟ حاضر حاضر. اطلعي انت ريحي وانا هطلع مع صافيه. يكون في علمك يا ديك البرابر يا حنفي، انت اللي اخترت تبقى جوز الاتنين، يعني التوينز. انت كنت نايم عندها امبارح، النهارده هتنام في اوضتي وعلى سريري. قلت ايه؟ فاهمني؟ طبعا. هو في ايه يا حنفي؟ بقى يا راجل عايز تسيبني ابات لوحدي في بلد غريبه زي دي؟ غريبتي بس يا حبيبتي، احنا في نفس الدور مع بعض، اول ما تعوزيني في ثانيه هتلاقيني هنا قدامك. ما هو باين من اوله شهر عسل مهبب بهباب، وطبعا طول ما الست هانم اللي اسمها كيداهم قاعده تنقلي وتوريلي في حاجه عمري ما هشوف خير. ده ايه القرف ده؟ ولا قرف ولا حاجه، بس يا حبيبتي ما تضايقيش، ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى علينا، ابتلاء ولازم نصبر عليه. وعارفه لو صبرت انا وانت على ابتلاء كيداهم صافيه هنخش انا وانت الجنه. جنه ايه في النار اللي انا فيها دي يا اخي؟ ده شهر عسل بتاعي انا، ومن حقي جوزي يبقى معايا انا. ليه يا اخي عايز تحرمني
عمري. اخص عليك يا حنفي. حبيبتي يا حبيبتي، معلش، ما هو الشرع بيقول ان لازم اعدل بينكم. شرع؟ هو ده بس الكلمه الوحيده اللي اتعلمتها من الشرع؟ معلش يا حبيبتي، معلش. انت عارفه يا صافيه، كيدها وشرها لازم نتقي شرها، وعلى راي المثل البحر ما يتعكرش بالترعه، وانت عسل البحر وهي الترعه. يا اختي اسم الله، بحر ايه وترعه ايه اللي انت قاعد تتكلم فيهم دول؟ بقول لك ايه، انا ما يهمنيش من اللي اسمها كيدهم دي، ولعلمك بعد كده ما تبقاش تعمل لي فيها ابو الرجاله وتقعد تقول لي انا كلمتي اللي بتمشي، انا ما حدش يقول لي حاجه، وكل ما ست تقول لك حاجه تقول لها طبعا طبعا. ماشي يا حنفي، وتقول لي جواز مصلحة يا ابو البنات. ايه يا حنفي يا حبيبي، احنا هنقضي الوقت قاعدين كده في الاوتيل؟ مش تطلع عشان نخرج بقى نشم الهوا؟ ايوه يا حبيبتي، عايزانا نعمل ايه يعني؟ عايزك تاخدني تعشيني بره. مش كفايه من ساعه ما طبيت عليك وانا عماله الف لغايه لما اشتريت شويه هدوم حلوين، وايه رايك في الحته الكناريا اللي نقيتها لك؟ تجنن عليك. عايزانا نروح فين يعني؟ عايزك تعشيني في المحل الحلو ده اللي كنا بنروح نستلم من عنده البضاعه، الراجل ده اللي كان بيعزمنا فيه. سيما ابو الفوارس. ايوه هو المخفي ده، ودينا هناك، ده انا بتوحم على اكله حلو قوي. يعني انت عايزه تروحي تاكلي هناك؟ يا ريت يا حنوفتي يا حبيب قلبي يا ابو بناتي، انت يا قمر. انت تأمر يا جميل، تأمر. بحبك يا حبيبي. خلاص هنروح ناكل هناك، بس الاول اطمن على صفي. نعم. صفي ايه يا راجل معكره ايه؟ ما تسيبها مرزوعه زي ما هي قاعده، هيجرى لها ايه؟ هتخلل ولا هيجي العفريت يلهفها؟ يا حبيبتي هو واجب برضه، ما هو الشرع بيقول لازم اعدل بينكم. نعم يا خيه؟ تعدل بيني وبين مين؟ انت هتقارني بالمخفيه دي؟ اسمع، لا تقوم جنونت لا تلاقي نفسك ولا تلاقيها النهارده موجودين هنا، هخلص عليكم. اخس عليك يا حبيبتي، معقوله كيداهم المعلمه كيداهم تغير من بنت زي دي برضه؟ نعم، دي مين دي اللي غير من؟ ده بتستاهلش نكلب سوق النسوان. اديك قلتيها وعلى راي المثل الترعه ما تعكرش البحر، وانت عسل البحر وهي الترعه. يكون في معلومك بقى كمان يا حبيبي، ايوه، ان انت لا بتعرف تعوم في بحر ولا في ترعه، انت كبيرك تغرق في شبر ميه. ايه قولك يا حبيبي؟ طبعا. حنفي بونجور يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلين. الاقي عندك حبوب منومه لونها ازرق؟ لونها؟ الاقراص ما هي بلونها، الاقراص بمفعولها. طبعا عندك حق يا دكتور، كتر خير الله لو وقعني وزلمه طيب زيك يا دكتور. اصل انا كنت بستعملها في مصر، بس انا نسيتها في مصر ولازم اخدها عشان عندي صداع جامد قوي وعايزه انام. اوكي دي بقى خلوهم 6 علب ولا 10؟ 6 فقط. زي بعض مش مشكله. اتفضلي. كتر خيرك دكتور. هو المفعول بتاع العلب ده، قصدي المنوم، بيشتغل بعد قد ايه؟ لا مفعولها سريع، ربع ساعة ويبتدي مفعولها. الله عليك، عز الطلب. الله يخليكي. متشكرة قوي يا دكتور. طب احسب لي ثمنهم كام بس بالدولار من فضلك. اوكي. حنوفتي حنفي. لا 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 لا، انت لسه نايم يا ابو البنات. يا اخويا صباحية مباركة يا عريس. لا 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 لا. ايه يا ابو البنات، انت هتقضي السفرية نوم ولا ايه؟ ايه ده؟ يا كده
لابسه كنت فين بدري كده؟ ولا حاجه يا حبيبي، انا لقيتك رايح في 7 نوم، قمت اتشخر وانا ارد عليك، كنت اتشخر وانا ارد عليك، قلت يا بنت انزلي اقعدي في الريسبشن اللي تحت ده شويه لغايه لما يشبع نوم ويقوم براحته. ده ايه الحنيه دي انا طول عمري حنينه عليك يا ابو البنات، بس انت اللي مش واخد بالك. واخد بالي يا عسل. بحبك 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 5 بحبك في وش العدل. يا حبيبي يا ابو البنات، قوم قوم يلا قوم 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 يا حبيبي، قوم قوم يا روحي قوم. لازم يعني؟ حاضر قوم يا روحي، يلا يلا صحصح كده وفرفش، يلا. حاضر يا حبيبي. يلا يا حبيبي يلا. اروح فين؟ يلا هخش الحمام بقى، خد حمامك بقى، يلا. طيب يا حبيبي. صباح الفل والقشطه والياسمين. يلا يا حبيبي. هو نقلوا الحمام؟ لا يا حبيبي مش هنا. جري يا ابو البنات يا دلعك، اخص عليك يا حنوفتي. مش هنا يا راجل. ايوه يا حبيبي هو ده. ربنا يخليك ليا يا ابو البنات، وحشتني. ايه يا حنفي يا حبيبي؟ الله، ايه يا ابو البنات؟ انت هتطول عندك ولا ايه؟ استني مالكيش دلوقتي. طيب يا حبيبي انا قاعده مستنياك اهو عشان ننزل الشبشب ده انا وانت نقعد تحت في الشبشب ده. ماشي يا حنفي، ايه ما وريتك. وانت يا لسنا كيداهم، انا هخليكي تكرهي نفسك. ماشي سيدي الحبايب يا ضنايا انت يا اغلى املي ومنايا انت، وتقول يا ماما تقول يا بابا. نزل يا حبيبي نزل اكياس وقال على ايدك. سلامة ايدك يا حبيبي. هي نون. لا 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 والله هلا 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 ويا اختي اسم الله وشوفك هلا 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 ويا اختي اسم الله وشوفك. غير يا راجل، عجزت ولا ايه يا حنوفتي؟ فاشر، انا لسه في عز شبابي. امال مالك يا راجل مخست عليه؟ خست ايه؟ اديني في العتاق. طبعا شباب ايه جنبك ده؟ انت الله اكبر 5 وخميسة عليك، عيني عليك بارده. وبعدين انت دلوقتي ايه؟ ده انت جوز ايه؟ توينز، يعني 2 دوينتو. وانتوا بقول لك ايه ايه يا روح؟ قعدت معاكي يومين بحالهم يا حبيبتي، بقول يعني اكبر بخاطر صافيه واروح اقعد معاها يوم. وماله يا حبيبي؟ طبعا لازم تكبر بخاطرها، للنهار اسود ونجل. ده انت تنام على الموضوع ده، ما تجيش لو انت جايب فلوسنا معاك، دي فلوس بناتك وفلوس مراتك واولادك. يعني مش هتزعلي يا كيدان؟ ازعل؟ عمري ما ازعل منك يا ابو البنات، ده انت حبيبي، حب الاول والاخير انت يا ابو بناتي يا قمر. لا 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 مش هروح، وبعدين حد يسيب البحر ويروح يترعى برضه. يا اخويا ولا يهمك، ابقى غمض عينك وبربط. مش بربط كده. بقول لك ايه، حاول تزيد الميه دي معايا عشان اصل انا بعطش في السكه. تعطش في السكه؟ وهيكون جالك سكر يا حنفي، لو جالك سكر سيب له شويه نمل. حلوه كده. يا حبيبي روح. ما تعرفش انا حاسس بايه. سلام يا حبيبي. نوم العوافي يا حنفي.